وفقا للي انا عرفته انه بعض لاعبي الزمالك طلعوا اتكلموا بالامس بعد طبعا مباراة الزمالك والشرقية. طبعا كنا عارفين كلنا ان اللعيبة ممنوع من الكلام ومن ثم سمح لهم بالكلام. الحقيقة انا بس عندي وجهة نظر، ودايما لما هقول اي حاجة لابد ان يفهم من الجميع انا بتكلم بما يرضي الله، بما يرضي الله. ما ينفعش لاعب ابدا يطلع يقول وفقا للي مكتوب قدامي يعني انه خلال فترة تولي محمد حلمي تدريب الفريق كنا نعاني بشكل كبير في التدريبات، كنا نخوض المباريات دون تعليمات. هل يا جماعة ده يصح لاعب كورة ايا كان اسمه او رسمه او كسمه؟ مدير فني كان موجود ومشي لأي سبب من الأسباب، غير موفق، غير محظوظ، غير أي غير يعني أي غير، مش ده الموضوع. هو جه بقرار مجلس إدارة اختاره وشاف إن ده أكفأ واحد للتولي في هذا التوقيت واشتغل، خلاص لم يوفق لأي سبب من الأسباب. لا يليق إن لاعب يطلع يتكلم على مدرب. أنا بقول هذا الكلام، أنا اشتغلت الشغلانة دي على قدي في القسم الثاني. قد إيه أنا هأجرح لو انا كنت بدرب فريق وبعد ما امشي وفاجئ ان لاعب طالع، وبعدين طالع يتكلم فين؟ في الاعلام، طالع بيتكلم وناس بتتفرج عليه ويتكلم عليا. اللاعب يجب ان يظل في مكانه كلاعب كوره، والمدرب مدرب، والاداره اداره. لكن لاعب يطلع يقطع بهذا الشكل، يعني انت بتذبح مدربك. انت لما تطلع تقول ان انا بلعب بناخد مباريات بدون تدريبات وبدون تعليمات، يعني الراجل اللي معاك ده ما كانش مدرب خالص، يعني انت بتذبحه. وكمان ما يصحش ان لاعب كوره يتكلم على مدرب، ما يصحش. احنا ما اتعلمناش كده يا جماعه ابدا ابدا، عمرنا في حياتنا ما اتعلمنا هذه القيمه. واذا احنا علمناها للعيبه بتاعتنا يبقى احنا بنخرب عقول اللاعبين في مصر، مش بس في نادي الزمالك. لان لما لاعب بقى في الاهلي يشوف ولا هنا ولا هنا ولا هنا، وانا متاكد لا يمكن لاعب في النادي الاهلي ابدا هيطلع لانه عارف ان في اداره هتحاسبه. لو طلع لاعب في النادي الاهلي يتكلم عن مدرب مش لسبب او لاخر وقال كلمه على مدربه، الاداره هتذبحه اداريا يعني. فما يليق على الاطلاق، انا بتكلم كقيمه دلوقتي، ما يليق على الاطلاق ان لاعب يطلع يتحدث عن مدربه. هو كان بيلعبه، ما كانش بيلعبه، كان مقتنع بيه، ما كانش خلاص. هذه قناعات المدير الفني اللي مجلس الإدارة ارتقى ان هو افضل رجل يمسك الفريق. مجلس الإدارة شاف ان محمد حلمي ده هو افضل واحد لانه كان موجود ومشي وجابوه تاني، اذا في قناعة كاملة بيه. هو ما وفقش، هو ما كانش محظوظ، هو ما خدش صلاحيات، هو اي حاجة، مش دي قضيتي اللي انا بناقشها. خلاص والراجل قال انا ماشي. نحترم الراجل بقى، ونحترم اسم الراجل اللي اشتغل معانا. وكان انا على فكرة محمد حلمي لا تربطني بيه اي علاقة لا من قريب ولا من بعيد. واقول لكم حاجة تانية، وعمري ما قابلته وجها لوجه في حياتي، عمري ما شفته في حياتي. يعني انا حتى في فترة من الفترات كنت ماسك اسمنت السويس، اعتقد بعد ما مشيت جابوا الكابتن حلمي، لكن ما التقيناش وجها لوجه حتى. فدي مش قيمة، دي مش قيمة ما نعلمهاش للعيبة يا جماعة. أرجوكوا حافظوا على القيم الرياضية، حافظوا على القيم الرياضية والأخلاق. أنا عاوز أوريكم لقطة في الأخلاق بمناسبة الأخلاق الرياضية، وأنا سعيد جدا الحقيقة باللقطات المفرحة في الساحة الرياضية المصرية. بدأت يمكن النهاردة بالكابتن حسن شحاتة الحقيقة لما قام يطمئن على حجازي، وعندي اكتر من لقطه. عايزين دورنا نعمق الروح الرياضيه، نعمق الاخلاق الرياضيه، نعلم الناس الصغير والكبير ازاي نحترم بعض، ازاي نرسي قيم ومبادئ في حياتنا. ده راجل منافس، كابتن حسن شحاتة في الفريق المنافس، لما حجازي اشتكى قام بإحساس المدرب وإحساس الأب وربط على كتفه. دي لقطة ما تتنسيش. أدي لقطة جبتها لكم، بصوا الجمال. 2 مدربين كبار، الاتنين بيوجهوا ولازقين في بعض
ولازقين في بعض. بص خلي بالك، يمين وشمال، يمين وشمال. في مباراة اعتقد دي كانت تشيلسي ومانشستر، وادي الاتنين واقفين جنب بعض لازقين في بعض، اتخانقوا. واحد قال للتاني انت فريق شركات وانت فريق مش عارف ايه. واقف عادي جدا وده عادي جدا، وكتفهم في كتف بعض، لكن هذا يقود وهذا يقود. لقطات الاخلاق الرياضيه اهي قدامنا، منتهى الجمال. الكابتن شوقي غريب والفريق المنافس بياخدوا قبل المباراه كل ده، منتهى الجمال. واسعد باسعد لو حصل كمان بعد المباريات، وهكذا. لقطات تعمق. وادي جمال، بص الجمال والحلاوه، شوف الجمال والحلاوه. لان ده اهلي وده اهلي، ده احمد السيد وده عماد النحاس، معرفش حتى لحقوا بعض في الملعب ولا لا. وادي حسام البدري وعثمان دسوقي رئيس نادي الداخليه، ولقطه مشرف العام على الداخليه، لقطه في منتهى الجمال. وعلى الجانب الاخر عناق وسلام وحاجه. هي دي القيم اللي نفسي ان احنا نرسخها مع بعض، نرسيها مع بعض. مش نشوف لاعب عمال يقلل من شأن مدربه لمجرد ان مدربه مشي من النادي. يعني لو مدربه ما كانش مشي كان هيطلع يقول عليه كده، كان هيجرؤ يقول عليه كده، واحنا ما نشجعوش كإدارة. بالعكس، ده احنا نجيب الفرقة الراجل ده، وانا كنت اتمنى ان الزمالك يكرمه، لكن خلاص هذا شأن الإدارة، انا ماليش دخل. انما ما يصحش ابدا. خلي بالكم يا جماعة، في يوم من الايام كل واحد فينا هينزل تحت الارض متر في متر، مش هيزيدوا عن كده. كل واحد في اللي فوق الارض دول كان جبار، كان قوي، كان مالوش اخ، كان اسد، كان مغوار، كان قطة، كان فار، زي ما يكون. الكل في النهاية هينزل تحت الارض متر في متر. لن يبقى الا السيرة العطرة للانسان، ثم الحساب امام المولى عما فعلت، ثم الحساب امام المولى عما فعلت. فلا تتجبر، وخليك دايما حاطط نصب عينيك ان الحياة ما تحتملش كده، ما تحتملش كده ابدا ابدا. وخلي عندك قيمة ارسيها في نفوس الناس، مهما كان الثمن اللي انت هتدفعه في سبيل ان انت ترسي قيمة. والناس مش عبيطة، الناس بتشوف كل حاجة بوضوح. حاولت تزيف حقائق الناس شايفة، حاولت تؤكد أكاذيب الناس شايفة، كل واحد شايف. الناس مش عبيطة، البشر دلوقتي بيفهموا. ما فيش اللي عنده 4 سنين دلوقتي يناقشك زي ما كان بيناقشنا زمان أستاذنا، خلاص. فرفقا بالأخلاق، رفقا بالأخلاق، رفقا بالأخلاق. أنا اتحمقت لأنه ما ينفعش أبدا محمد حلمي اللي أنا معرفوش واللي عمري ما قابلته في حياتي وجها لوجه يبقى وضعه إن لاعب كورة يتكلم عليه بهذا الشكل. أنا آسف يعني. طيب.